الواحد يا اخي مش عارف يلاقيها من بطانه رانيا يوسف ولا من بطن نورين ابو سعده ولا بسنت شوقي وطارق عماد وهدى المفتي ورحمه محسن ولا من فساتين الممثلات على السجاده الحمراء اللي زي نار جهنم اللي هيولعوا فيها باذن الله. اهو ده بقى اقل كومنت ممكن تشوفه على صوره اي فستان لاي ممثله في اي مهرجان اتعمل في مصر. يعني خد عندك بقى شويه غضب على شتيمه على تنمر على شويه حسبي الله ونعم الوكيل فيكو. اللي انتوا لابسينه ده هتضيعوا بناتنا. بس ثواني كده معلش، انت مالك يا اسطى؟ انت عيان؟ لا انا مش بسالك، دي معلومه، انت عيان. ولو انت مش مصدق ان انت عيان ابلع ريقك كده واسند ظهرك وتعالى انا وانت ايه نفكر لها. مبدئيا كده كل سنه وانتم طيبين وهابي نيو يير على اي حد. وبما اننا بقى دخلنا في سنه جديده يا ريت بعد اذنكم ما تنسوش تعملوا سبسكرايب. انا بطير لوحدي، انا بصور وبكتب وبمنتج وبعمل كل حاجه، وان شاء الله السنه دي هنوصل عدد محترم جدا من المتابعين. انا مش هقول عليهم متابعين، هم اخواتي كلهم، ورمضان جاي بقى والترندات ويلا بينا. في يوم 29 نوفمبر سنة 2018 كان اليوم الختامي لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي. حلو كده؟ لا مش حلو. بعد اذنك بس شوية كده اشرب دخان بس هيجي فيك والله. تعالى كده تعالى كده تعالى كده. عشان ببساطة في اليوم ده رانيا يوسف اتمشت على الريد كاربت عشان تاخد كام صورة زي ما بيعملوا كل الفنانين في اي مهرجان سينمائي. بس المشكلة في اليوم ده ما كانتش في رانيا يوسف، كانت المشكلة الأكبر في فستان رانيا يوسف، واللي كان كاشف فشخ لحتة من جسم رانيا يوسف. وده بقى اتعرض في التلفزيون والسوشيال ميديا وكانت ليله زرقاء وتويتر كان مولع ساعتها. والحقيقه ان الموضوع كان محرج لكل الناس الا شخص واحد بس وهي رانيا يوسف. رانيا ما كانش فارق معاها خالص نظرات الناس لفستانها او للبسها، وكانت بتتعامل بشكل عادي. بس يا عيني الست ما كانتش تعرف التريب الاسود اللي هي واقعه فيه، واللي اكتشفته اول لما روحت البيت. الناس كلها على السوشيال ميديا ما بتتكلمش غير عن فستان رانيا يوسف، والبرامج والتوك شو كلهم فاردين ساعات هوا قد كده عشان يتكلموا عن فستان رانيا يوسف. انا مش عارف رانيا يوسف الفنانه دي عايزه تعمل ايه، يعني كل ما كتب عن اعمالها لا يساوي سطر، وكل ما يكتب عن ملابسها بقت صفحات. مهرجان السينما كان في ضجه عن احدى الممثلات كانت لابسه يعني لباس غير يعني لا على حسب ما ادريتوش ان فستان رانيا يوسف هيعمل فيلم عالمي. لا والموضوع كمان ما وقفش عند هجمات الاعلاميين والناس على السوشيال ميديا. ده بص الموضوع وصل لحد فين. مجلس النواب بذات نفسه وقتها طلب من وزيره الثقافه الدكتوره ايناس عبد الحليم تيجي مجلس النواب لمناقشه موضوع فستان الاستاذه رانيا يوسف قدام 596 عضو من اعضاء المجلس الموقر. على فكره يا شيكس انا بتكلم جد ما بهزرش. مجلس النواب حل كل المشاكل اللي في الدنيا خلاص وبقى قاعد فاضي ماروش حاجه غير فستان رانيا يوسف. طب يا شيكس الموضوع يقف لحد هنا؟ ايه بقى؟ انت ناسي ان احنا نعرف ربنا كويس ولا ايه؟ هوب اتعمل لها قضيه بتهمه التحريض على الفسق والفجور. والحقيقه يا عيني ان الاستاذه رانيا يوسف جابت ورا تمام، شافت ان الموضوع كبير والموجه عاليه جدا لدرجه انها طلعت مع عمرو اديب وجابها استضافها عشان تقول يا جماعه ده البطانه بس اترفعت شويه. نزلت من العربيه في المهرجان مشيت خطوتين طلعت السلم، مشكلته كلها ان وانا بتحرك البطانه اترفعت وانا هو ده البطانه طبعا البطانه اترفعت. وبس يا سيدي الموضوع اتلم، لكن مفيش حد نسيه خالص. عشان بعد قصه بطانه رانيا يوسف ب6 سنين في شهر اكتوبر سنه 2024 وفي مهرجان اسمه جوائز رمضان للابداع، وزي ما انت فهمت كده بيدعوا بقى الناس الممثلين والفنانين والمطربين والكونتنت كريتورز والبلوجرز والناس الجميله دي كلها. مش عارف ليه ما كلمونيش بس تمام يعني السنه الجايه ان شاء الله. السنه الجايه اهو في وسط كل الكلام ده بقى ظهرت بنت كده مغنيه صغنونه بسباصه حساسه قماصه ولا لا اسمها نورين ابو سعد. كانت لابسه حته فستان يا لهوي يجيب صداع، حاجه كده في منتهى قمه الاختلاف واثاره الجدل، بتثير الجدل اكتر مني. والفستان من كتر ما هو مختلف تدي المساحه لاي حد يطلع يطرش في وشها اي حاجه. بس وعلى غير العاده اللي هاجم نورين ما كانش حد من بره الوسط الفني، لا ده حد من جوه الوسط الفني اللي هو المفروض يكون فاهم ان ده عادي جدا وبيحصل وهو بيشوفه قدام عينه كتير في اي مهرجان. وهنا بقى نيجي عند الممثل محمد التاجي. مش عارف انت ممكن تكون عارفه ولا لا بس صورته هتلاقيها موجوده قدام. قرر انه يمسك موبايله ويفتح الفيسبوك ويكتب البقين دول ويقول والنبي يا جماعه اللي فاهم اللبس ده ايه يفهمني، ولا ايه القلع ده برضه يفهمني. ازاي بابا وماما يرضوا ان هم ينزلوكي باللبس ده عشان انا عقلي الصغير لا يتحمل، او يمكن انا دقه قديمه. وقفش بقى في موضوع دقه قديمه ده معلش. الفنان يا شيكس شايف ان لبس البنت دي كده قله ادب. طب بص بقى يا سيدي الفنان ده ليه مشاهد كتير جدا فيها قله ادب اكتر من الفستان بتاع نورين ابو سعد. Here I come. Oh, here I come. رجعوا مني وليه؟ ده انا مسحهم عند اختي في المناطق الخيريه. تعالوا تعالوا.
يعني لو جيت عملت سيرش كده على الفنان محمد التاجي هتلاقي بقى بوز بقى واحضان ويلي وي حاجات فشيخ. وطبعا عشان الاستاذ محمد التاجي مش فنان مشهور ومحدش ممكن يكون عارفه، فقرر انه يعمل اللي بيجي مع الناس وبياكل معاهم، وهو انه يهاجم الستات. ولبست في مين؟ في نورين ابو سعده، ودخل للجمهور من حته الادب وعيب وما يصحش والكلام اللي انت فاهمه ده. وبرضه دي مش حاجه وحشه، بس يا جماعه نحسب الكلام بالعقل. وبمناسبه العقل بقى، شفت انت بقى الناس كلها اللي كانت بتهاجم رانيا يوسف وكانت بتهاجم نورين ابو سعده وبتهاجم بسنت شوقي ورحمه محسن ويسرا واي ممثله بتلبس اي فستان، الناس دي كلها بما فيهم الفنان محمد التاجي عيانين. ايوه يا عم والله عيانين بمرض اسمه التنافر المعرفي. طب ايه هو بقى التنافر المعرفي ده؟ هو ان يكون عندك شويه افكار وقيم وسلوكيات متناقضه مع بعضها، انت بتحبها في السر لكن ترفضها في العلن. اهو ده بقى التنافر المعرفي بسرعه كده. ضيف بقى على كده الجذر النفسي اللي هتلاقي فيه كل القيم اللي انت اكتسبتها من المجتمع اللي حواليك من وانت صغير، وده المعيار اللي انت بيه بتقدر تقول ايه هو الصح وايه هو الغلط. فبالتالي بتحاول تتصرف بطريقه تناسب المجتمع ده حتى لو انت من جواك حابب الفعل اللي المجتمع رافضه. فكل الكلام ده نفسي يا نجم. اصلك يعني لما تتفرج على نجوم هوليوود على اليوتيوب وعلى الانستجرام وتشوفهم وهم لابسين وعاملين وتبقى عاجباك عمايلهم وشايفهم هوت كلوت، وفي نفس الوقت شايف ممثله مصريه او حتى انفلونسر لابسه حاجه على مزاجها فتبدا تعلق لها المشانق، ده اسمه تنافر معرفي. وخد يا شيكس تعالى بس كده افهمك حاجه. الناس دي بتسافر وبتخرج وبتروح وبترقص وبتعمل اللي هي عايزاه وبتلبس مايوهات عشان ده بالنسبه لهم حريتهم الشخصيه، فاهم حاجه؟ فعادي يا شيكس ان الفنانات دول يلبسوا الكلام ده، ما هم فنانين يا ابني ومشاهير. ما هو اصل مش انا دي ارماس وسيدني سويني حلوين ويتاكلوا، ورانيا ونورين وجوري وبسنت وهدى لما يلبسوا الحاجات دي كلها يبقوا قراميط وخطر على بناتنا. فوق كده يا نجم، اللي انت رافضه ارفضه كله، واللي يعجبك يعجبك كله، ما تبقاش مكيافيلي يضرب بوشيك. وواجه نفسك لو انت مريض عشان الحياه مش ناقصه مرضى يا اخويا بالله عليك. تمام. المهم بقى يا سيدي، عايز تعمل لايك اعمل، مش عايز تعمل براحتك، عايز تعمل كومنت يا باشا تنور وتانس، مش عايز يا باشا براحتك، عايز تعمل سبسكرايب اعمل سبسكرايب، مفيش اعمل سبسكرايب، اعمل دلوقتي سبسكرايب. والمهم من كل ده انك تفكر لها. شاو يا شيكس.